تعلمت هذه الحيلة من صديق في فرنسا ويجب على الجميع معرفتها. نبدأ بتقطيع 3 برتقالات ناضجة إلى نصفين ونضعها في صينية بحيث يكون الجزء المقطوع إلى الأسفل. نضع فوقها 300 غرام من عجينة الباف باستري ونقص العجينة على شكل البرتقال، ثم نثقب منتصفها بالشوكة. ننقل كل شيء إلى صينية فرن كبيرة وندهن العجينة بخليط صفار بيضتنا مع ملعقة كبيرة من الكريمة السائلة. ندخلها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية 350 فهرنهايت لمدة 25 دقيقة. نخرج العجينة من الفرن، نرفعها عن البرتقال ونضعها جانباً. نستخرج لب البرتقال ونضعه في قدر كبير ثم نهرسه جيداً ونتخلص من الألياف الزائدة. نضيف بيضتين كاملتين، نصف كوب من السكر ونخلط جيداً، ثم نضيف كوباً من الحليب وملعقتين كبيرتين من النشا. نضع القدر على النار مع التحريك المستمر حتى يتكاثف الخليط، ثم نطفئ النار. نضيف ملعقتين كبيرتين من الزبدة غير المملحة و80 غراما من الشوكولاتة البيضاء ونخلط مرة أخيرة. نملأ قوالب العجينة بالكريمة ونرش القليل من السكر الحبيب على الوجه. ندخلها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية 400 فهرنهايت لمدة 15 دقيقة، والوصفة أصبحت جاهزة. نراكم في الوصفة القادمة.